عمري ما كنت بآمن بالأشباح والحاجات الخارقة للطبيعة لحد ما حصل مع ابني حاجة خلتني أصدق إنهم موجودين. أنا مريم وجوزي وليد وابني اللي عنده 4 سنين نقلنا البيت. هو كان قديم بس مساحته كبيرة، وده بعد ما ولدت ابني عشان يكون البيت واسع، عشان يعرف يلعب براحته، وعشان كمان أما نجيب ليه إخوات. بس بعد أسابيع قليلة من نقلنا للبيت ابني بدأ يشوف كوابيس مرعبة لدرجة إن هو بقى بيجي الأوضة عندنا في نص الليل كل يوم وهو مرعوب وبيعيط، وبيقول في واحدة هيكل عظمي مستخبية في الدولاب عنده. وكنا بنروح الأوضة ونفتح الدولاب عشان ابني يحس بالأمان وإن مفيش حد. ما كناش بنلاقي أي حاجة، وجربنا كل حاجة عشان نوقف الكوابيس دي بس مفيش فايدة. وفي الآخر قررنا نقفل الدولاب بالمفتاح، بس كنا كل مرة بنروح نلاقي الدولاب مفتوح مش عارفين ازاي. فقفلنا أكر الدولاب بسلك من بره، بس حتى ده ما نفعش. وفي نفس اليوم لقيت ابني بيخبط على الباب وهو مرعوب وبيعيط، واما رحنا نشوف اللي حصل لقينا السلك اللي على الدولاب مقطوع. ساعتها القلق بقى مسيطر علينا، وسألنا ابني لو هو جاب سكينة وقطع السلك، بس هو أنكر إن هو عمل كده. وبدأنا نسأله أكتر عن الست اللي بيشوفها، بس هو كان خايف يحكي عنها، وكل اللي قاله إنها بتطلب منه يدخل معاها الدولاب. وطلبت من ابني إن هو يرسمها، ورسم ست على شكل هيكل ولابسة فستان ومطلعة راسها من الدولاب، ده غير دم نازل من رقبتها. مش بس كده، وفي ايديها كان في حبل مشنقة. واما سألته ايه ده رد وقال لي مش عارف، بس هو حبل دايما بتمسكه في ايديها. ابني كان عنده 4 سنين بس، وانا بتابعه كويس كل حاجة بيتفرج عليها، فمستحيل يكون شاف مشنقة مثلا وبيقلدها. اما الصدمة الاكبر بالنسبة ليا في الرسمة كانت كلمتين: تعالى معانا. اصلا ابني ما كانش بيعرف يكتب كلمات، ما كناش عارفين نتصرف ازاي. وطلبت من ابني لما يشوفها تاني ما يخافش ويطلب منها تمشي على امل ان هو يكون شجاع. بس تاني يوم صحيت مخضوضة على الساعة 11 بالليل، بس المرة دي مش على صوت ابني زي كل يوم، لكن سمعت صوت خبط غريب على الحيطة. وبعد لحظات فهمت ان الصوت جاي من أوضة ابني. قمت جري ورحت على أوضته، وأول ما فتحت الباب لقيت السرير فاضي والدولاب مفتوح والنور كان مطفي. مشيت جري ناحية الدولاب، وقبل ما اوصله حصلت حاجة جمتني الدم في عروقي. ايدين هيكل عظمي غرقانة دم خرجت فجأة من الدولاب وقفلته. قعدت اصرخ وحاولت افتح الدولاب بس مفيش فايدة. صرخت اعلى وناديت على وليد اللي جه جري وكسر الدولاب بكل قوته لدرجة ان هو وقع على الارض. وانا جريت ابص جوه الدولاب عشان الاقي ابني متعلق من رقبته في شماعة الهدوم، ووشه كان مزرق، كان بيحاول يتنفس، وانا شلته عشان يعرف يتنفس. ووليد قام جري وقطع الحبل، واخدناه وجرينا على المستشفى ولحقناه على اخر وقت. بس الدكاترة من المنظر بلغوا الشرطة عشان تحقق في الموضوع، لانهم شكوا اننا اللي عملنا كده. وفعلا جه المأمور وقعد يسألنا عن اللي حصل، وبعدها قال لنا طب انتوا تعرفوا اي حاجة عن تاريخ البيت اللي انتوا عايشين فيه؟ بس احنا ردينا عليه انه لا. ساعتها حكالنا عن اللي حصل من 30 سنة. قال ان هو كان لسه ناقل جديد وجاله تحقيق عن أسرة حصل لها حاجة في نفس البيت، واما وصل هناك اكتشف حاجة بشعة. عرف ان الام كانت بتتعرض لتعذيب وحشي من جوزها لدرجة انها فقدت عقلها تماما وقتلت جوزها وهو نايم، وبعدها خنقت وشنقت اولادها ال3 في نفس الدولاب اللي موجود في الأوضة بتاعت ابنهم، وبعدها قطعت رقبتها بنفسها وانتحر. عشان كده المأمور قرر ان هو مش هيتهمنا ان احنا اللي عملنا كده في ابننا. وقررت في ساعتها ان عمري ما هدخل البيت ده تاني ابدا. ما تنسوش لو عجبتكم القصة تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، عشان ده بيزود ان القناة توصل لأكبر عدد.